الو. الو. ايوه يا كريم. ايوه يا محمد، ممكن تقعد معلش في حته فيها شبكه بعد اذنك؟ بص انا هطلع شرم الشيخ اقعد اسبوع بس افك. طيب ها مكتب المحامي. واروق كده. مكتب المحامي ده فين؟ المحامي كتب لي الكتاب وهو جاب لي جابوا لي العروسه وكتب لي الكتاب وخلاص، لازم عشان دي اجنبيه بتكتب عند المحامي. طيب مكتبه فين المحامي ده؟ ماليش دعوه بقى بالمحامي، خليك فيا انا رايح دلوقتي شرم الشيخ اقعد لي اسبوع اروق وافك كده وهاجي لكم بعد اسبوع. يا عم خلاص الحاج، بقى اقفل بقى. عشان اختك منى. اقفل بقى. اختك. اقفل بقى معلش عشان اسمع بس. اسمع عشان اقفل اختك منى. عليها عشان هي قول اختك لي. منى راحت القسم. تمام. وفي اسم المنتزه دلوقتي. تمام، وبتعمل طمنها بلاغ. قول لها لا، قول لها ما تعملش مشاكل على حاجات غلط. تمام، ما تعملش وقالت ان انت مشاكل وعامله مشاكل، طبعا عامله محضر ان حضرتك مخطوب. وفي ناس ولا مهدداك مكتوب ولا وحوالين حاجه، انا منك. بكلمك زي وك... الفل اهو. ولا مكتوب ولا حاجه. والله بص، طب ماله ده مكتوب نص؟ طب ماله مش مكتوب والله ولا حاجه. هو اصلا النص اللي كتب لي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه ايه الله يا جماعه وبركاته. مكبرين العمل ليه كده؟ هو ده اول راجل يتجوز ولا اول راجل يا سيدي يشوف انا مش مشكلتي، لو حياته؟ يتجوز هنرقص له، ما فيش مشكله، انا ما عنديش مشكله ان هو يتجوز. امال ايه؟ المشكله ان هو حضرتك اساسا بقاله يومين مش موجود خالص. اخته كان هو بيتواصل معاها. بتتواصل مين ما بيردش. اول انا مره اساسا. والله انا برن عليه من الصبح لان كان باقي لي عنده 2000 جنيه. تمام. وما رد عليا الا ما يعني من ساعه كده يا دوبك وصلت عنده وقت عشان اخد الفلوس، لقيته بيتكلم وهو مش عاوز، بيقول لك انا عايز اروح شرم الشيخ. يا عم الحاج طب اقعد. قال لك لا، هقعد شرم الشيخ في اسبوع ولا حاجه، انا والمدام بتاعتي. هو حضرتك محامي. ايوه. حضرتك اسم حضرتك مصر ايه يا فندم؟ ناصر السيد. طب مكتب حضرتك فين يا فندم بعد اذنك؟ مكتبي عند قهوه اشرف لو تسمع عنها. في شارع ايه يا فندم، في منطقه ايه؟ في في اللي هو عزبة الشامي. عزبة الشامي. في الشارع اه. بتاع رزق اللبان. ايوه. فين بقى في الشارع ده يا فندم مكتبه؟ عند قهوة اشرف. بس انا حاليا ناقل المكتب ده، المكتب القديم. المكتب الجديد في اسمه إيه ده، في تصن. فين في توس؟ في شارع 25. فين في شارع 25 يا فندم؟ في شارع 25 نفسه. ايوه، فين في انهي حته فيه؟ ما انا ساكن هناك، فين في انهي حته في شارع 25؟ انت عارف اول ما بتنزل 25. اه عارف شارع 25 كله. اول عارف. ما بتنزل اول من على الامه. اه. ثاني عماره. الدور الثالث. الدور الثالث. تمام. ايوه. ايه اللي هو يمنع بقى ان هو قبل ما يطلع يسافر يا ان عم يجي يسلم على انا بنتك؟ مالي، انا سايبه ماشي. اقنعوه انتوا، انا هعمل لكم ايه يعني؟ اضربه على ايده مثلا ولا اضربكم على ايديكم؟ تمام. انا يا عم لا تضرب ولا بتاع، انا هي كل القصه انا اخته عشان تبقى فاهم. انا بحاول اجمعه ليه؟ لان اخته راحت خلاص اسم المنتزه. وعملت محضر اساسا وبلاغ اساسا ان هو مخطوف. تمام. وان يا هو في ناس جماعه قاعده يا جماعه مثبتاه. يا جماعه، انا جاهز للسفر وهديها. هديها يا اخويا. هدي مين؟ هدي مين؟ مش عايزه تهدى، يا تيجي انت تسلم عليها قبل ما تمشي. وهديها انت بمعرفتك. بكره عليها. ايه؟ بكره خلينا بكره. انت مش بتقول انت مسافر النهارده؟ هتهديها بكره ازاي؟ هاجل بقى السفر. خليها بكره. قول لي انت على فين يا كده عم محمد؟ قول لي نقف انت. في طب المعمول. قول لي انت فين بقى بعد اذنك كده، عشان انا هجي لك الاول وبعد كده انت هديها بمعرفتك. المعمول. فين في المعموره، فين انت؟ في المعمول يا اخويا، اللي انا شايف في المعمول. ايه؟ خش في حته، اطلع في الحته اللي كان فيها شبكه. الو. ايوه في شبكه. ايوه سامعني. ايوه صح كده. بقول لك انت قاعد فين دلوقتي؟ انا في المعموره بتشرب دلوقتي ومعايا استاذ ناصر. انت استاذ ناصر قال لي ان اساسا مكتبه في عزبة الشامي. وفي مكتبه الجديد في توسون. انت بقى فين في المعموره؟ في المعموره الشاطئ.
لا بص الكلام ده كده مش متظبط. طب انت عاوز ايه طيب يا كريم؟ قول لي. انا عايز اشوفك انت فين، تطلع لي تقابلني. سيبني اعيش يومين. ايه؟ انا والعروسه سيبني اعيش يومين انا والعروسه. انا متلخبط، انا مش عايزك. مصدق ان انا هتجوز. انا مش مصدق عشان كده لا مش عارف اتكلم. لا انا انت. مش مصدق. انا مش مصدق. لا انت مش مصدق. انت في حاجه حوالين منك. انت في حاجه كنت بتكلمني فيها من يومين، وانت فيها من يومين في الحوار اللي كنت بتكلمني فيه من يومين، صح؟ حوار البيت والدنيا والناس والراحه، الناس تقعد معاها ويخلصوا البيت. انت في الحوار ده. في تمام. المشاكل بتاعت الناس. اه تمام. بص انا هقول لك على حاجه. انت لا اساسا. مش مشاكل، والله اتصالحت ايه؟ مع الناس. بس بس اتصالحت والله. انت في المعموره الشاطئ؟ الو. 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 بقول لك نعم. بقول لك انت فين في المعموره الشاطئ يا عم؟ هو المعموره الشاطئ فيها عناوين. اه قول لي، انت قاعد في انهي حته في المعموره الشاطئ؟ مش قاعد في شاليه؟ مش مش قاعد في قاعد. شقه؟ قاعد في لا كافيتيريا؟ قاعد فين؟ انا بتمشى بس كده. بتتمشى؟ بتمشى انا والعروسه طب وبعدين انا جاي لك المعموره الشاطئ. يا تمام. كريم انا جاي لك المعموره الشاطئ، مش انت مش في المعموره الشاطئ؟ انا جاي لك دلوقتي المعموره الشاطئ. انا بيني وبينك هي دي اتفقت معاها واتكلمت على صفقتها ونطلع على شرم الشيخ. مش عاوزين نعيش يومين ليالي يا جماعه. مش سيبوني اروح اخلص. هو عمرو فين يا عم؟ ما اعرفش. ايه؟ عمرو مين؟ عمرو ابنك ما اعرفش والله ايه الشغل. عمرو عمرو بيجي الساعه 12 يروح الشغل. اه. ها؟ اه وبيجي الساعه 11 بالليل. تمام. بس ان انا طبعا كنت منتزه كده واخلص موضوع البيت واخلص موضوع العربيه مم. وقالوا لي في قرانيين نازلين هنا في مصر. مم. جودتهم حلوه ومناخ حلوه. طبعا عشان الاهالي بيبقى في الامتحان ما بيبقاش في بس فرحت الاستاذ نصر صاحبي دوت واخد بالك. هو انا عايز افهم حاجه بس. استاذ ناصر ده قال لي دلوقتي ان هو مكتبه في عزبة الشامي، وهو قاعد معاك دلوقتي في توسو، وانت بتكلمني بتقول لي انت قاعد في المعموره. انا اصدق مين فيكم بقى انا؟ طب كلم استاذ نصر، كلم استاذ هات. نصر. هات. خد معاك استاذ نصر. هات. يا جماعه انتم مختلفين. ايوه يا استاذ كريم. ايوه يا فندم. انا مكتبي زي ما قلت لك اللي في الشامي واللي في توسن. وانا عندهم، لان انا بقول لك انا بتصل عليه من اول امبارح ما بيردش عليا من بعد ما خلصت لهم المصلحه بتاعته. طب انا عايز اقابل حضرتك دلوقتي يا استاذ ناصر. حضرتك فين دلوقتي؟ انا عايز تيجي. هو يجي، هو بيقول لي لا انا مش عايز اتقابل مع حد دلوقتي. يا عم انا مش عايز اتقابل والله معاه العظيم. هو. انا مش عايز اتقابل معاه هو، انا عايز اقعد معاك انت. طيب خليني اما اخلص بس اخد فلوسي كده ولما اجي هتصل عليه. تاخد فلوسك ايه؟ فلوس ايه اللي هتاخدها؟ انا ليا 2000 جنيه يا عم، ما انا مش مجوزهم. يا عم اهلا وسهلا، انا هديهم لك، انا هجي لك بيهم. انت مكانك فين؟ طيب اديني رقم. 010. دي ما هو الرقم اللي انا بكلمك منه يا استاذ نصر. ما هو خالك ولا عمك مش عاوز، مش عارف، ما حسسنا كده ان هو كان اجل يوم ولا اتنين وسافر. يا عم انت دلوقتي ليك 10. عنده 2000 جنيه صح كده؟ اه. طب ما تديني انت رقم تليفونك كده. طيب مليني، ما انا هتصل عليك. لا اديني رقم تليفونك بس. رقم تليفوني مع الكارت عندك، خد رقم تليفوني. هات يا فندم. 010 010 1585 1585 6969. 6969. ايوه ده تمام. رقم. طيب حضرتك فين وانا هجي لك؟ اساسا مالكش دعوه بقى بيه هو خالص بقصه ال 2000 جنيه دي. تمام.
يا عم انا اخدت فلوسي وشربت معاهم الشربات على الكافيتيريا هنا وسايبهم وماشي. شوف انت عايز تقابلني فين قابلني، انما خلك اهو معاك، انت حر معاه. تمام. تروح انت مش وتيجي وانا بتقول انت من عند من الشامي؟ ايوه يا عم، اقابلك انا مكتبي في الشامي، تقابلني فين في الشامي؟ اقابلك كمان ربع ساعه عند رزق اللبان. لا اديني نص ساعه كده. حاضر، نص ساعه بالظبط، وهجي لك عند اه رزق اللبان. ده هي الحاجه تمام الوحيده اللي هتخليني ان انا اسكت اساسا اخته شويه. يا عم. تمام. انما خلاف كده انا بقول لك بس يا عشان. كريم يا كريم يا كريم، اتفضل انت اتفضل. تشرف مكتبي في اي وقت وتحت امرك. رقمك اللي هو اخره 50. اه ان شاء الله. طيب تمام. اتفضل. انما انا اساسا انا بقول لك هي اساسا مش سامعه مني، انا عمال اقول لها طب انا هوصل له، طب انا هتعامل، طب انا بتاع. قالت لي لا انا اساسا انا اعرف ناس في الاسم يا ورايحه عم يا عم ما فيش ومحضر ومش مشكله، محضر والدنيا دي لو كده عايزين كلها. اجي لكم البيت ما فيش مشكله، عايزين تشرفوني في المكتب ما فيش مشكله، اللي انتوا عايزينه انا ما عنديش مشكله. انما ما تحطنيش في خانق مع خالك في حاجه، انتوا حرين. طيب بعد اذنك بعد هو اذنك. انا والله لما قفلت معاك بتحايل عليه بيقول لي يا عم عايز اروح يومين. طيب بص هو الراجل ده اساسا ليه اخت واحده وليه بنت اه وولد. تمام. ما بنته دي من تمام. حقها ان هي تطمن عليه. هي في حته ان هو اتجوز، هو قال لها 100 مره ان هو هيتجوز، ما عندهاش مشكله ان هو يتجوز. هي كل ما في اه القصه عايزه تعرف بس ان هو سليم ولا لا. هو انا كنت حضرت له موضوع كده من شهرين كان مع الجماعه اللي في البيت عنده، فهو عشان كده بيقول لي ما كنتش عايز يبيع البيت اصلا، بس هو اصر ان هو لازم يبيعه. لا انا قلت له بيعه فاهمني؟ منعا للمشاكل ومنعا للكلام، وانت اساسا مش من هناك من المنطقه فبيعه. وقال لي خلاص لا ما فيش. انا رحت دخلته البيت اصلا، انا رحت دخلته البيت، ولو كان حد اتعرض لي كنت ركبته هناك. بص انا اقول لحضرتك حاجه. الحمد لله يعني اوه انا عيلتي اساسا. انا بفضل الله اخش اقفل الشارع ده كله مش البيت بتاعه. شوف يا اخش أستاذ كريم، اقفل انا شغلي في الحاجات دي، شغلي انا تمام. كمحامي في الحاجات دي. تمام. وانا عايز اقول لك انا اساسا انا كل قرايبي اساسا مقاولين، يعني مش يقعدوه في البيت ده يطلعوا الناس اللي هناك كلها من بيوتهم. تمام. الله، بس انا وحتى اللي قلت هناك، له منع حتى اللي هناك شويه للمشاكل. حرافيش اصلا، يعني تمام شويه الجيران هناك حرافيش اصلا ما لهمش لازمه. تمام تمام. وانا فاهمني؟ الحمد لله يعني الحمد لله احنا لينا ناس وعلاقات وناس كويسه يعني في امن الوطني اساسا في وش منه اساسا. تمام. يعني تمام مش حته اه. يعني بعيدا عن المشاكل دي لا اعرف اقعده في الحته دي كويس جدا. تمام. بس بس هو انا قلت له بس هو انا مش عارف منع اتابع البيع وبيع. للمشاكل. بيعه يا سيدي مفيش مشكله يبيعه هو اه حر، دي من حكم في ماله فما ظلم. يا انما راجل هي ده، يا راجل ده باعه بثمن بسيط خالص، يعني مش عارف هو باعه كده ليه. يا سيدي هو ممكن بالنسبه له مش عايز مشاكل، عايز يعيش في حاله وبتاع. يعني حاجه ثمنها تعدى 600 700 الف يبيعوا مثلا ب 350. انا بص حته هو باعه بكام انا بصراحه ما اعرفش. هو حته باعه دي باعه بكام وازاي فاهمني. بس انا واحد من الناس اه انا اقترحت عليه فعلا ان هو يبيعه. تمام. انما هو طبعا اه اللي بنته مش مقتنع بيه. هو كان اكتر من مره قال انا هسافر ما فيش عايز هتجوز ما فيش مشكله برضك كل الكلام ده. بس هتجوز اه وطلع على شرم ودلوقتي ومش دلوقتي. لا يعني مثلا يطمن بنته عليه كويس، خليها تشوفه اه. اخته تشوفه بعد كده سيدي سافر اقعد شهر اقعد شهرين مفيش مشكله حياتك. هو معاك. طيب اخويا ما تقلقوش. بص شوف قابل استاذ نصر وهو هيطمنك عليا. قابل عادي. اه انت مش هتقابله عند بتاع ده مع نص ساعه. اه قابله وهو هيطمنك عليا. خلاص مفيش مشكله. بس النص ساعه ما شاء الله. انا كل اللي هقوله بس هقوله لاخته كده تستنى تهدى على الموضوع بس اللي هي عاملاها غاغه دي في الاسم. تستنى نص ساعه هقول لها وانا هقابل الاستاذ يا نصر عم انا وكده كده كده واطمنك شوفوا عليه. انتوا فين، شوفوا انتوا فين بركب واجي لكم، او تقولي المكتب اللي انتوا عايزينه. انا حضرتك احنا اساسا كلنا دلوقتي قاعدين اساسا اخته اساسا طبعا في بيت المنتزه قاعده وانا قاعد جنب منها هنا في مسلمات. تمام. تمام، ربنا يديك الصحه. تمام. شوف انت عايز تقابلني فين وانا معاك. ماشي حاضر ماشي. 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 بس ما وانا تاخرش عليا بالله عليك لان انا هجيب هحاول اقنعه، بنته معايا. ويا انا ريت. هحاول اقنعه ان هو يجي يعمل، لان كده اصلا سفر وكده فجاه كده يا ريت مش هو اه. عارف هي عارف لو انتوا هو مش عندكم سافر. شقه يقعد فيها هو والمدام بتاعته؟ يا سيدي عندي طيب ماشي. ولو مش عايز يقعد معايا انا اخترع له شقه النهارده. يا يا سيدي عم انا انا احجز له انا الفندق النهارده بس انا اشوفه. هحاول اقنعه ان شاء الله، ويبيت حتى النهارده وبكره معاكم حتى، مفيش مشكله. وبعد كده يسافر مطرح ما هو عاوز. يا سيدي مفيش مشكله.
انا فاهمني؟ هديله مفتاح الشقه اساسا ويقعد هو يعيش له اساسا يومين براحته، وبعد كده يبقى ارجع له انا تاني، مش قصه. بس كده تمام. والله انا يعني هحاول معاه يعني، وربك ييسر ان شاء الله. يا مسافر. ماشي يا أستاذ كريم. خلاص في انتظارك. حبيبي تسلم، وانا ساعه ما اوصل ان شاء الله برن عليك على طول ان شاء الله. باذن الله يا حبيبي. ماشي، سلام. كان هنا من 7 شهور وكان بيحلق عنده. ازيك؟ محمد زكريا. تعرف بحضرتك. محمد زكريا. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ ازيك يا باشا؟ الله يحفظك. انت بتقول لي ان هو كان هو جارنا. هو جاركم. هو اصلا جارنا في البيت وسابوا وباعوا البيت ونقلوا فين؟ بعيد. يعني هو ابن من ابناء الحوة. ايوه تمام. كان لهم بيت هنا هو كان والده. ليه بيت وابوه كان شغال صوت. تمام. بعد كده باعوا البيت بعد كده باعوا البيت ونقلوا. كان بيجي بقى هنا زيارات، هنا اخته متجوزه هنا. وبيجي زيارات وبتاع. ولقيته داخل عليا من 7 شهور كده، سلم عليا وقال لي عايز احلق، حلقت له وبتاع، والصحه عامله ايه وتمام، وهناك الجو حلو ولا وحش ولا هتيجوا هنا ولا. قال تمام والله، وحلق وبتاع، وشاف لي كارت وقال له عايز حاجه من اسكندريه وبتاع. ولكن انا ما اسمعش عنه الا كل خير يعني، انا ما اعرفش، انا مصدوم بالخبر ده. مصدوم لان انا ما كنتش اتوقع يعني حاجه زي كده والله. ايه الحديث اللي دار بينك وبينه وهو اثناء يعني انت بتحلق له؟ ما فيش يعني الصحة عاملة ايه والجماعة عاملين ايه وبتاع وكلام من ده يعني طبيعي خالص، وما فيش اي حاجة. وهو اصلا كان يعني كان محترم معايا يعني، ما فيش اي حاجة تدل ان هو في اي حاجة. ما كان فيش حاجة تدل ان هو حاجة. ان هو في اي موقف ولا في اي حاجة. احكي لي عن نشأته، احكي لي عن اسرته. اسرته هو كان ابوه هنا كان صوم. تمام. وجارنا في البيت على طول يعني، بينه وبينه بحر صغير كده. وهم قاعدين معانا، قعدوا معانا كذا سنة يعني، فترة طويلة برضه. فترة طويلة، ومن 35 سنة هم باعوا ومشوا من البلد اللي هنا. تمام. لكن ما سمعناش عنهم حاجة وحشة بصراحة. ما سمعناش حاجة وحشة. الموقف ده بقى هو اللي جننا بقى. اللي جننكم. جننا هو الصراحة. هنا البلد برضه مش متخيلة اللي هو عامله كده. بس احنا مش هنبقى الحكومة هتلاقيها عارفة كل حاجة. طبعا. احنا بالنسبة لنا احنا يعني لو واحد قال لي كده مش هصدق. انما هو دلوقتي ممسوك وبيحققوا معاه، وجريمة يعني مش سهلة يعني. الجريمة مش سهلة. كل اسلوبه، كل تعامله معاك او مع غيرك في البلد ما دلش على اي حاجة. ولا اي حاجة. ولا اي حاجه خالص. ولا قلت له تعالى نشرب شاي في البيت، وتعالى عشيك، وتعالى، على سن هو جاي يعني غريب برضه يعتبر كده. لانه باع بيته ومشي. باع بيته ومشى. يا باشا تعالى اتعشى معانا وبتاع. لا يا عم شكرا وكده يعني. لكن هو ما فيش كانت اي حاجه تدل عليه الكلام ده يعني. لو بسمع كلام من ناس تانية ما كنتش اصدقه. ما كنتش تصدق نهائي. ما قالكش تواصل معايا؟ ما قالكش تعالى يعني؟ لا، هو قال لي لو في اي حاجه في اسكندريه ولا حاجه برن عليا، وساب لي الكارت بتاعه، وقال لو في اي حاجه تيجي تشرفني في اسكندريه. الكلام ده من 7 شهور. من 7 شهور. لما سمعت الخبر بقى؟ اما سمعت الخبر انا برضه يعني فضلت اتابع بقى اشوف يعني هل اسمه ده صحيح ولا تركيبه ولا ايه. سمعت كذا فيديو بقى، لقيته هو برضه. لقيته هو؟ كل ما افتح فيديو الاقيه هو. يعني ايقنت انه هو؟ كنت تتخيل ممكن يعمل كده؟ لا خالص. نهائي يعني. لو واحد بيقول ان هو قاتل معزه مش كنتش اصدق. ما صدقوش. ما تصدقش؟ لا، لانه قرايبه اسرته كلها كانت هنا، وناس محترمه وناس ملتزمه، اخواته كلهم. وهو كانت تتعامل معاه يعني طيب برضه يعني. بس سبحانك يا رب يعني، مش عارف يعني، مش جريمه واحده 3 4 جرائم زي ما انتوا بتقولوا. يعني عدد كبير يعني.